سؤال لك، بس تفضل تعليقك. علي، أنا بس استمعت لأخوي توفيق تونسي أنه بيان النادي الأهلي لم يكن موفق. أنا لو حكمت أمام بيانات كل الأندية التي صدرت هذا الموسم وفي غير مواسم، أنا أرى أن بيان النادي الأهلي هو أفضل بيان صدر عن نادي، لا أبالغ، على الأقل شفته في السنوات الأخيرة، من الناحية الإعلامية ومن الناحية القانونية ومن ناحية الصياغة اللفظية. من الناحية القانونية لم يزل إدارة أو بيان النادي الأهلي في كلمة تضرب في القانون، بل قدم تساؤلات وطرح مطالبات كلها مشروعة ومحقة، ولم يقدم إجابات. طرح تساؤلات ومطالبات محقة ومشروعة بصياغة دقيقة جدا لم يقفز فيها القانون. يعني لما قال عبر عن بالغ استيائه للأخطاء التحكيمية غير العادلة، لم يتجاوز القانون في كلمة. لما قال صدرت قرارات أثرت على النتيجة، نعم، بشهادة الجميع أثرت على النتيجة. قدم تساؤلات: ما هي المعايير التي على ضوءها يتم اختيار حكام المباراة؟ نعم، مباراة تنافسية بكل قيمتها، بكل يعني معطياتها، بكل ما ستؤدي إليه. أنت جايب لي، هذا سؤال عنده، جايب لي آخر حكم شاب حصل على الدولية عندك مثلا، هذا طرح تساؤل. قال قرارات فيها تهديد لمبدأ التنافسية، تهديد لمبدأ. نعم، أنت أقصيت تقريبا النادي الأهلي عن المنافسة، ليست بركلة جزاء ولا اثنتين، بل ثلاث، في أكثر، وعلى الأقل اثنتين. ثم طالب بسماع التسجيلات، هذا أبسط طالب محق، طالب بسماع تسجيلات الحكام والأحاديث التي دارت. إذا أنا في وبعدين أكد على نزاهة المسابقة، قال نؤكد ثقتنا في الجهات المعنية للمحافظة على نزاهة المنافسة. فهذا بيان غاية في الإبداع والإتقان الإعلامي واللغوي والقانوني. طيب. ثم معليش، الأهلي هذا خلفه لاعبين يبون يشوفون في إدارة تسندهم، في جمهور مليوني يريد أن يعرف أنه في إدارة تريد تحصيل حقوقهم، في ملاك أيضا يفترض يعني ينتظرون من الإدارة التنفيذية تحقيق رؤية النادي، وبالتالي نجاح تام من قبل النادي الأهلي. طيب، أرجع لك أبو أسعد، عندك تعليق؟ اي ضروري. اخوي محمد، يعني اولا البيان النادي الاهلي من وجهه نظرك انه هو سليم 100%، وجهه نظرك احترمها. لا، مش سليم، افضل بيان صدر في السنوات الاخيره. سمعتك جيدا انه هو افضل بيان صدر من وجهه نظرك، ولكن اليوم هذا البيان اذا كان بيان لوحده طالع من دون احتجاج، اتفق معك فيما قلت، لانه من حقه النادي الاهلي يقول اللي يبغاه، ولكن طالما ان هناك احتجاج فهناك اسس قانونيه يبنى عليها الاحتجاج. ما ينفع في بيانك تحط نقاط وانت في البيان لامور حينظر لها في قضيه قد تكون منظوره بعد. اكمل لك كلام، انا سمعتك يا اخوي محمد، انا سمعتك بس لازم تسمعني. هذا الخلط اللي عندك يا استاذ، اللي انا اقصده اللي انا اقصده يا محمد، عفوا، اللي انا اقصده، لان انا سمعتك جيدا، اللي انا اقصده انه النادي الاهلي صاحب حق فيما حصل في اخطاء تحكيميه في بيانه. افصل ما بين البيان والاحتجاج. انت ذكرت في امور انت كاتبها في احتجاجك، انت وضعتها في البيان. البيان هذا في راي عام بيسمعه. ماذا لو الحكم لم يخطئ؟ ماذا لو الحكم ما قال الكلام اللي قالوه لعيبه الاهلي؟ ما ينفع تطلع بيان وانت تعرف انك صاحب حق. خذه بالنظام، خذ حقك بالنظام. طيب ابو عبد الله، انت يا ابو استاذ توفيق، تفضل، قاعد تخلط بين البيان الاعلامي وبين الاحتجاج القانوني. هناك في حيثيات، تقدم ادلتك، تقدم قرائنك، هذا في الاحتجاج القانوني. وفي بيان اعلامي يسجل موقف تجاه أصحاب الشأن، وموقف لجماهيري والمعنيين في أمر القضية في النادي الأهلي. وبالتالي هنا هذا واضحة، ما خلاص، بالعكس أنا أكلمك من خلال تجربة ميدانية يا محمد. أنا يعني واضحة تجربة الوحدة اللي كنت أنت في يوم فيها، تسمح لي يا أخوي، هذه قراءة وكل المعزة لإدارتكم دي. تجربة الوحدة في إدارة قضيتها الإعلامية في قضية كريستيانو رونالدو، في تأخير اللي قلت عليه وتأخر بازالي، أنا أعتقد واحدة من أسباب الفشل هو فشلكم الإعلامي في إدارة القضية. الأهلي نجح بامتياز حتى اللحظة في إدارة قضيته. فقط طيب، أنا عندي تحفظ على الأهلي، على لاعبيه،
على جوليانو. انت بتقيم تجربتي، انت بتقيم تجربه نادي الوحده انها فشلت اعلاميا. مع احترامي الشديد لك، رايك ما يهمني فيما يخص نادي الوحده، انك ما عندك تفاصيل. رايك ما يهمني، مش قصتنا، رايك ما يهمني انه ما عندك تفاصيل. لو عندك تفاصيل ما كانت تكلمت كذا. لحظه هدوء، الله انت ما تملك تفاصيل، ما تملك تفاصيل. مش قصتنا ابو اسعد، مش قصتنا. لا هو اللي يتكلم. معلش رديت عليه. معلش انا راي محمد الشيخ ما حيضيف قال نادي الوحده ولا شيء. وارائكم واضحه في هذا الجانب، بيان الاهلي، ولا هي قصتنا نرجع لذكريات صارت في مواسم سابقه. رأيه في الوحده ما يهمني كثيرا، لانه بعيد كل البعد عن التفاصيل تماما. لو عندك التفاصيل نقفل هالنقاش.